اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد. صباح الهنا، صباح السعادة، صباح التفاؤل على يومكم. النهاردة بقى هنعمل وصفة فلاحي أصلي. الرز المعمر، أو احنا هنا بنقول عليه الرز المدسوس. هقولكوا بقى على ازاي تطلعي وشه كريمي وكل مقاديره. هتجيبي بقى الصينية اللي انت هتعملي فيها. هتحطي رز طبعا متنقي. هتحطي بقى نص الصينية رز، نص الجدار بتاع الصينية رز، والنص التاني هتسيبيه فاضي وهتغسليه. وتصفيه كويس اوي من المية، وهتحطي عليه الملح بتاعه على حسب ما انتي بتحبي، ومعلقة سكر، ومعلقتين زيت، ومعلقتين قشطة. اللي هو وش اللبن او القشطة المعلبة المتوفرة عندك، وهتدعكيهم في بعض كويس قوي. يعني تخلي كل حباية رز شاربة من القشطة والزيت والسكر والملح. لحد بقى ما يوصل للشكل اللي انت شايفاه ده. انا هتدعكيه كده. ممكن تلبسي جلافز زي ما تحبي، يعني كل واحد وراحته. وبعدين بقى هتزودي اللبن. هتحطي لبن لحد ما الرز يتدارى، بس يا دوبك كده. لكن مش هنزود كل الكمية لبن. حتى لو انت عندك اللبن متوفر، مش ما تحطيش كل الكمية لبن. لازم تحطي مية عشان ما يبقاش الرز اللي هو ايه مستواش منك، او ان هو يبقى معجن قوي. لا، اهو زي ما انتوا شايفين كده. هزود بقى مية. لازم المية عشان الرز يستوي كويس، نص الكمية لبن ونصها مية. بعد كده بقى هزود قشطة تاني على الوش بعد ما زودت اللبن كويس. اهو القشطة دي بقى بتخلي الوش كريمي. الوش بتاع الرز بيطلع تخين، مش اللي هو الرقيق. القشطة دي حاجة أساسية ومهمة جدا في الرز المعمر. زي ما انتوا شايفين كده، هوزع بقى تقريبا كانت معلقة، يعني هوزعها كده على الوش، في كل حتة حتة كده. هنعمل بقى الفطار ده. انا عملته تقريبا في حوالي ساعة، يعني انا كنت داخلة المطبخ قبل المغرب بساعة. جبت هنا معلقة زيت ومعلقة سمنة. كان في بقى عندي لحمة، وانا بسلقها كان في حتة فيها دهن يعني او شحوم اللحمة. فانا خدتها وقطعتها مكعبات صغيرة، وحطيتها هنا مع الزيت والسمنة تتشوح. هتدي طعم حلو قوي للخضار اللي انت هتعمليه. ممكن تحطي اللحمة مع الخضار، وممكن تسلقيها الاول وبعدين برضو تبقي تحطيها مع الخضار، تاخد غلوتين في الاخر. دي كلها حرية شخصية. هنشوح بقى فيها كده. طبعا الرز انا حطيته في الفرن تحت الشواية. هتولعي له من فوق. لو الفرن بتاعك بيولع من فوق ومن تحت، هتولعي من فوق ومن تحت، بس هتهدي النار من تحت وتعليها من فوق لحد ما ياخد وش، لحد ما وشه يحمر. وبعدين ايه هننزله تحت. لو انتي بتعملي فرن بوتاجاز، هتنزليه تحت. تنزليه اللي هو ايه فوق النار اللي تحت، زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. يعني انا دلوقتي حاطاه في الرف اللي فوق تحت الشوايه، مش مولعه من تحت، لان الفرن بتاع البوتاجاز بتاعنا مش بيولع من فوق ومن تحت. انا بقى حطيت الصلصه اللي انا مكرراه زي ما قلت لكم. اللي هو لو انتي ما عندكيش، هتخرطي بصلايه، هتقطعي بصلايه وتسيبيها لما تاخد لون، وتنزلي عليها بالطماطم متصفيه لحد ما تتسبك. وبعدين تنزلي بقى بالخضار اللي انتي هتعمليه. انا عامله بسله النهارده. البسله دي انا مفرزاها من السنه اللي فاتت، مش من السنه دي. يعني هو طلع عليها كمان بسله وتحفه زي ما انتوا شايفينها كده. لان انا بفرزها بطريقه معينه، فما شاء الله بتفضل جميله زي ما هي وخضره. هنحط لها بقى هنا معلقه سكر عشان طبعا حموضه الطماطم، وعشان البسله تستوي بسرعه، لان المتفرزه بتبقى غير الطازه. هنسيبها بقى اللي هي تشرب من الصلصه ويتسبكوا مع بعض. مش هحط اي ميه دلوقتي. ممكن تقدري تتبليها دلوقتي، تقدري تستني شويه زي ما تحبي. كل ده والرز تحت الشوايه عايش حياته. انا تبلتها دلوقتي، حطيت لها ملح وفلفل.
لا يا ربي، انا ما حطيتش الملح دلوقتي، عفوا مش هحط الملح غير في الاخر. حطيت فلفل اسمر، بهارات لحمه، 7 بهارات، مكعب مرق بس. وتقدري يا تحطي يا ده يا ده، يعني يا بهارات لحمه يا 7 بهارات، زي ما تحبي، نص معلقه صغيره. هنا بقى هعمل لسان عصفور، شوربه لسان عصفور. الشورب طبعا مهمه قوي على الفطار، خصوصا لو عندك اطفال، لان احنا صايمين، وهي بتعوض طبعا السوائل، عشان هو الجو مش حر قوي فاحنا بنشربش ميه كتير، فلازم حاجه تعوض السوائل اللي احنا بنفقدها طول النهار. هحمره بقى، هحط السمنه بتاعتي، واحط وانزل بلسان العصفور، واحط معلقه ملح. معلقه الملح دي بقى بتساعد ان لسان العصفور كله ياخد لون واحد، ميبقاش فيه حبايه غامقه وحبايه فاتحه. زي ما انتوا شايفين كده. فطارنا النهارده كان سهل وخفيف وبسيط وجميل في نفس الوقت ومغذي. اهو يا بنات بصوا، هتنينا بقى نقلبه وايدينا فيه. هنقلب هنا بقى البسلة، خلاص هي كده اتسبكت وكانت تمام. مش هنزل بالشوربة الاول، لو انت هتزوديها شوربة لازم تحط لها كوباية مية الاول، لان الشوربة بتفتح لون الصلصة معاكي، لكن المية بتعزز اللون، يعني بتخليها حمرا زي ما هي. لكن لو نزلتي بالشوربة الاول هتفتح منك، حتى لو الصلصة بتاعتها تقيلة هتبقى فاتحة. هنا بقى لسان العصفور عايش حياته. هننزل بقى دلوقتي عليه بالشوربة، وهقول لكم تركية حلوة قوي في سواه، عشان بعد كده اللي هو إيه ما يبشننش مننا، او اللي هو يعني ما يعملش كده، اللي هو بتبقى الحباية تكبر قوي وتبقى بايشة كده، اللي هو بيبقى خلاص كده يعني مش هيتاكل. اه ده بقى وصل كده اللون اللي انا عايزاه. انا هزوده بقى شوربة. لو الشوربة بتاعتك مغلية هتطفي عليه على طول، لانه هيقلب على طول، او تسيبيه اللي هو يقلب بس وتطفي عليه، ما تسيبوش يستوي، ما تسيبوش يستوي نهائي. هتسيبيه بس لما يغلي. الشوربه بتاعتي ما كانتش مغليه، فانا هسيبه لما يغلي. هو الافضل انها تكون مغليه وانتي بتحطيها عليه. هي دلوقتي مش مغليه، انا هسيبه لحد ما يغلي واطفي عليه واغطيه. ممكن تغطيه ممكن تسيبيه وهيستوي يبقى جميل. ولو قعد عندك يوم او يومين عمره ما هيجراله اي حاجه، هيتنيه زي ما تكوني لسه عاملاه. هو هيعيش حياته بقى، والبسله عايش حياتها، والرز في الفرن عايش حياته. حطولي لايك بقى وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهو انا بقى دلوقتي هو لسه هيبدأ يغلي، انا هطفي عليه حالا. اه مش هسيبه اللي هو يستوي خالص على النار، انا مش بسويه، هو بيستوي بشوربته لوحده. بس كده. الرز اهو بقى كده احمر، وشه احمر من فوق، فانا هولع بقى من تحت وانزل بيه. هنا بقى طلعت اللحمة من الشوربة وحطيتها في البسلة، وهسيبهم ياخدوا غلوتين مع بعض. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين. تقدري تقللي عيار الصينية شوية، عشان اللي هو ما تدلقش منك يعني. انا الوش راح ورا شوية، فانا هجيبه بقى اعدله بالمعلقة. مش هعليله النار في الاول، او ممكن تعلي النار لحد ما يبدأ يغلي وبعدين توطي عليه عشان ما يفرش منك. هروح بقى اعمل عصير. كنت عاملة في اليوم ده عصير مانجا وعصير اناناس اللي هو البودر، جايباه من عند العطار. انا ولادي بيحبوا قوي العصير البودر من بره ده غير العصير الفريش. المانجا دي انا كنت مخزناها برضو الحمد لله. لونها تحفة زي ما تكون لسه عاملاها حالا، يعني اللهم بارك جميلة. هنخزنها مع بعض السنة دي، وهقول لكم ان هو ازاي ان انت تقدري تحافظي على لونها بالجمال ده. انا كنت بخزنها قبل كده وكانت بتسود، او اللي هو لونها بيتغير، لكن انا السنه دي عملت فيها حاجه اللي هو فضل لونها جميل زي ما هو. انا كنت اول مره اعمل منها السنه دي في اليوم ده.
ده العصير التاني بقى اللي هو الاناناس البودر. تغيير يعني، انا جايبه تمر، عناب، اناناس، تفاح، مانجا برضو بودر كده يعني، اللي هو تغيير. ربنا يا رب يملى بيوتكم كلها خير وبركه. انا كنت في اليوم ده مش عارفه انا خلصت الفطار ده اصلا اللي هو اتشرب، وانا حطيت السمنه بتاعته، طلعت حطيت السمنه بتاعته لسه. وشويه، وشوفوا فيديو جديد. مع السلامه.